بيبقى عنده قرار قد يقضي عليه جماهيريا، وبيقرر انه ياخد القرار لان انا مقتنع. هي دي الفكره. حسام حسن شجاع جدا، شخصيته قويه فعلا جدا، واللي هو شايفه هيعمله. هو شخص شجاع جدا. انا كنت قلت لك قبل كده 34 سنه تاريخ كله في الاهلي، انا هخرج اروح الزمالك. دي شجاعه الى درجه الانتحار. ثم بعد الزمالك خدت 3 دوري، خد دوري ابطال افريقيا، خلاص بقى يعني خلصنا. لا انا هروح العب في المصري. بالمناسبه بعد المصري وبعد ما لعب كاس 2006 راح ترسانة. هو قبل كاس 2006. لا اظن هو راح من المصري على كاس 2006. اللي انا فاكره ان هو بعد ما كسب كاس هو وعد الناس في الاتوبيس انه هيكسبوا كاس عشان عايز ارفع الكاس واعلن اعتزالي. كسب كاس رفع الكاس، ركب الاتوبيس وهم مروحين قال لهم انا مضيت للاتحاد السكندري 2 سنين. ولعب في ترسانة بعدها ولا قبلها؟ انا مش فاكر بالظبط، بس انا عشان كده فاكر انه يمكن انا فاكر ان هو انضم للمنتخب من المصري لان انتهى الدور الاول. احنا كاس افريقيا بتاعت في يناير، انتهى الدور الاول. لعب للترسانة انا متاكد طبعا. لعب للاتحاد. بس هو كان نهايه الدور الاول كان ماتش الزمالك والمصري فاز. والماتش ده الزمالك طرد منه حد لو انا فاكر، لا او الزمالك تقدم باين المصري فاز، وحسام طلع محمول على الاعناق في سب بورسعيد، واعلنت القائمه فيها حسام حسن. انا فاكر ان كل ده تقريبا حصل في يوم واحد لو انا ذاكرتي مش خايناني يعني. anyway، فحسام تتفق وتختلف عادي، بس في اشياء لا تنكرها عليه. اولا انه شجاعه غير عاديه، تحمل مسؤوليه، ودي نقطه مهمه جدا. لان على ذكر موضوع صلاح، لو انا مدرب مش عايز اتحمل مسؤوليه شايلها لصلاح، ابني كل حاجه حوالين صلاح. مش هو ده يا جماعه اللي بيلعب في ليفربول وهداف الدوري الانجليزي ومن اساطير البريمير ليج ومن اساطير يعني لما يكون اسطوره ليفربول، اجيب لكم منين؟ اهو اشتغلت هبقى انا ساعدته، ما اشتغلتش امسكوا فيه هو. لكن يجي نفسه حسام حسن يخلي الفرقه مبنيه حوالين فرقه مش حوالين صلاح، ثم يقرر ان هو ياخد مصطفى زيكو اللي هو بيلعب في الدوري المصري 4 مواسم اظن، ده الموسم الرابع. ولما الامور مصطفى زيكو الشوط الاول كان سيء، اللي كان بيلعب وينج رايت، طبعا بيلعب وينج رايت لان هو اللي هيدافع كوينج رايت، عايزين نحافظ على صلاح في العمق. ثم غير الشكل تماما ان احنا خلاص بقينا ماسكين الكوره ما بندافعش كتير، فمدخله هو العمق ومرجع تاني صلاح نوعا ما اداله حريه اكتر وخلاه هو في العمق. ضم زيكو من الاول، دي بتاعت واحد بغض النظر صح او غلط، لان انت في اوقات كتير جدا بيبقى المدرب او اللاعب او المحلل او المذيع شايف حاجه بس ما يقدرش يقولها، شايف شيء بس ما يقدرش يقرره. ليه؟ لان ثمنه غالي جدا لو الدنيا ما مشيتش. اذا انا براهن رهان قاسي للغايه، هذا اللاعب زي ما حسن شحاته عمل مع جده، اللعيب ده هينجحني جدا يا اما انا وهو هنتجلد. حسن شحاته وضعه كان مختلف، كان واخد 2 كاس ودي الثالثه، مما شجعه اكتر على القرار. حسام ما عندوش الرفاهيه دي، ما عندوش رفاهيه انه ما ياخدش مصطفى محمد. زيكو جاي مكان مصطفى محمد وياخد زيكو مش اساسي اصلا يعني مش لعيب اساسي في بيراميدز يعني، عشان يعني حتى لو لعيب هو لعيب اساسي في بيراميدز بس مش اللعيب اللي هقارنه بمصطفى محمد اللي بيلعب في منتخب مصر بقاله سنين. تحمل المسؤوليه، تحمل المسؤوليه، مش ده اللي انا شايفه. بعدين ده معسكر كاس العالم يعني، اقصد زيكو مش معانا بقاله 3 معسكرات. هو اصلا انضم ماتش روسيا جاب جول، ده معسكر رحنا البرازيل جاب جول، يلا يا ابني. قبلها كان معسكر اللي قبله كان اسلام عيسى. بس كم واحد عموما في اي مجال، على فكره اي مجال عام، بيبقى عنده قرار قد يقضي عليه جماهيريا، وبيقرر انه ياخد القرار لان انا مقتنع. هي دي الفكره. حسام حسن شجاع جدا، شخصيته قويه فعلا جدا، واللي هو شايفه هيعمل. شاهد الحلقه كامله على تطبيق راديو.